كرسي الوزارة طلع ليه رونقه وأهميته برضه يا جماعة. القصة طلعت كبيرة. القصة طلعت هيبة وسلطة وعربيات بودي جاردات. سيادة الوزير راح، سيادة الوزير جه، ومكتب في ميت عقبة، ومكتب في العاصمة الإدارية، ومكتب في استاد القاهرة، وصحفيين بيقبضوا بس عشان يلمعوا ويبروزوا إنجازات الطاولة والبلي والعجل، وحوارات ولقاءات. كل الحاجات دي خلت الوزير بتاع اللمساس لما حس ان الكرسي ملخلخ من تحتيه، وان اخرة خدمة الغز علقة، وان المختلط اللي كان مكرس حياته والوزارة لخدمته بقى هو اللي بيطالب بإقالته لمجرد انه مش قادر يرجع لهم ارضهم المسلوبة ظلما وعدوانا. المهم، الوزير لما حس انه هيتخلع والهيلمان ده كله هيروح وهيرجع تاني مجرد مدير تسويق ولا مدير استاد، ويمكن حتى ما يحصلش حاجة من الحاجات دي، فابتدى يرفص الترفيصة الأخيرة، الترفيصة بتاعت حلاوة الروح، لعل وعسى. بقالنا كام يوم السوشيال ميديا مليانة بوستات تأييد لاستمرار الوزير في مقعده الوزاري. البوستات دي كلها من عينة لا يصلح أحد للوزارة إلا الدكتور أشرف صبحي، لأنه القائد والملهم، لأنه ساهم في تمكين الشباب وفتح آفاق جديدة، لأنه عبر بالرياضة المصرية أصعب الأزمات وقدر يوصل بيها لبر الأمان، لأنه حافظ على استقرار المنظومة. وطبعا ما تنساش الحوكمة، أهم حاجة الحوكمة عشان ما حدش يقول حاجة. شفت الحلاوة اللي احنا فيها؟ شوية كلام أهبل، كلام إنشا لا يسمن ولا يغني من جوع. ليه بقى؟ لأن الناس اللي داخلة الجامل دي زي عواجيز الفرح مش لاقيين إنجاز واحد يتكلموا عنه. مش هتلاقي جملة واحدة مفيدة تتقال في حق الراجل ده. الراجل ده جه قعد 8 سنين على قلبنا وكأنك مفيش. لكن الطبالين الزياطين المنتفعين بيحاولوا آخر محاولات يائسة يمكن تظبط معاهم. اللذيذ بقى إنك لو دخلت على أكاونتات الناس اللي بتطالب ببقائه دي هتلاقيهم حاجة من الاتنين: يا إما موظفين في وزارة الشباب والرياضة، أو أكاونتات جديدة لسه معمولة ملهاش أي نشاط على منصات التواصل الاجتماعي. أشرف صبحي اللي كل ما كانت تحصل مصيبة يرميها على السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا هي اللي بتعمل تعصب، والسوشيال ميديا هي اللي كذا كذا. دلوقتي أشرف صبحي بيرفص على السوشيال ميديا. يمكن حد يحس إن وجوده مهم ويسيبوه شوية على الكرسي. طب ما كنت تشتغل أحسن؟ كان عندك 8 سنين، كان عندك ميزانية فيها مليارات. عملت إيه؟ قعدت تفاوض في فرجاني ساسي وزيزو، وضيعت فلوس الوزارة على المختلط والطاولة والدومينو. حولت الرياضة كلها استثماري لدرجة إن ممارسة الرياضة انحصرت على الأغنياء فقط. قللت رقعة الممارسة، انعدمت المواهب، وطفشت كل الموهوبين والمتميزين بره البلد بالتجنيس. ده غير بقى السلبية والترمخة وعدم اتخاذ أي قرارات رادعة في كل ملفات الفساد. فقط أبدعت وتألقت في تشكيل اللجان، أستاذ تشكيل لجان ولا اللجان المنبثقة. كرهت الناس في عيشتها وطلعت الناس من هدومها. 8 سنين من البؤس الرياضي على مستوى كرة القدم وكل الألعاب الرياضية. الواحد لو عمل لك فيديو على الملفات اللي فشلت فيها فشل ذريع، انت من نفسك كده هتتكسف من روحك وتروح تقدم استقالتك. واخرها اخر حاجة يعني، النهاردة رايح تتصل بوزير الشباب والرياضة المغربي لتهدئة الاوضاع بين الشعبين الشقيقين. انت اللي بتتصل ليه؟ هو احنا اللي قلنا على مدربهم فاشل؟ هو احنا اللي صفرنا على نشيدهم الوطني؟ هو احنا اللي شجعنا فرق القارة كلها قدامهم عشان يخسروا ويطلعوا من البطولة؟ هقول لك ايه بس، زيك زي علي محمد علي، زي احمد فؤاد، زي عمرو اديب. الانبطاح فن مش عن خليته كرامة البلد في الارض. كل ده عشان اللقطة؟ يا اخي ده اللي هيجي من بعدك
هيحتاج يحفر في الصخر، مش عشان يعمل إنجازات، لا، عشان بس يصلح اللي انت خربته. ده لو كان اللي جاي عايز يشتغل ويصلح أصلا، مش واحد زيك ومن عينتك. أصل بعيد عنكو شركاء الوطن بقالهم شوية حلوين كده بيحاولوا يلمعوا في حازم إمام، ويا عيني كل ما يجيبوا سيرته يترسلهم تاريخه الأسود، من أول تزوير عقد جده لحد عقد روي فيتوريا. فيا عيني من يأسهم في الحياة ابتدوا يشيروا إن الرئيس السيسي هو اللي مرشح حازم إمام للمنصب وبيدعمه بقوة، فكده بقى كله هيحط جزمة في بقه ويسكت لغاية لما يعرفوا يلمعوه ويفرضوه علينا، ويبقى كده شالوا قلده وجابوا شاهين. أنا رأيي لو هترسى على حازم إمام يبقى خلي أشرف أحسن، أهو الحوكمة اللي تعرفها أحسن من لا مؤاخذة اللي ما تعرفهاش. ناس ما عندهاش دم.